من النهاردة مش هنشتري فول من بره تاني، هنعمله مع بعض بطريقة سهلة والنتيجة هايلة جدا. هتاكلي فول زي الزبدة مستوي على الآخر، ما سيبناهوش طول اليوم على النار. هنشوف طريقة تسوية جميلة جدا هتسويهولي في أسرع وقت، وهتاكلوا فول أحسن من بره، وكمان معاه التحابيش بتاعته. الشيء لزوم الشيء. طبق فول هايل جدا ما شاء الله، طعمه جميل. يلا بينا نشوف مع بعض هنعمل ايه، ونسمي ونقول بسم الله. معايا نص كيلو من الفول، الفول الجديد اللي هو حبايته صغيرة ولونها غامق، مغسول ومنقوع مدة ساعتين. يا ريت ما نزودش مدة النقع، لما نزود مدة النقع القشرة بتاعته بتشد وبتكون ناشفة في التسوية. ومعايا كمان ربع كيلو من العدس الأصفر، ومعلقة كبيرة من الكركم، وليمونة، بس مش أكتر من كده. وبضيف كمية الفول اللي موجودة معايا، زي ما قلنا ما بننقعهوش أكتر من كده. وبضيف كمية الفول اللي موجودة معايا بالشكل ده بعد ما نقعتها طبعا مدة ساعتين. الفول يا جماعة ما بيتنقعش مدة طويلة. وكمان بضيف الليمونة زي ما هي، ومعلقة الكركم، وبضيف له المية السخنة، وكمان بحط العدس، بحطه بقى على النار ياخد غلوة محترمة كده. وبعد كده عندي صينية قديمة بحط فيها شوية رملة زي ما انتم شايفين، بسخنها الأول وبعد كده بوطي النار خالص، واحط فيها القدرة زي ما انتم شايفين كده، وادخلها جوه الرملة خالص على نار هادية. بعد ما اخد غلوة محترمة على النار بنقله طبعا في الرملة دي، وبوطي خالص يستوي براحته على نار هادية. معايا بقى الدقة، ملح وفلفل كمون وشطة وبابريكا، وكمان نص كوباية من الزيت، وكمان ربع خل، وعصير ليمونتين. بجهز طبعا الدقة واحطها عندي في التلاجة، بتقعد معايا مدة طويلة لغاية ما اخلص كمية الفول اللي عندي. بظبط الدقة وبجهزها، بقلبها كويس. وكمان معايا معلقة من الثوم المهروس الناعم جدا، واقلبه كويس جدا مع الدقة. تمام جدا. بجهزها واظبطها كده واحطها في ازازة تكون موجودة
كمان معايا الطحينة، معلقتين كبار من الخل، معايا ملح وكمون وبابريكا وشطة، ومعايا مية دافية هخفف بيها الطحينة، واقلبها كويس واحدة واحدة. بزود لها المية واحدة واحدة. احنا عارفين ان الطحينة بتتقل بسرعة، لو سبناها تاني في التلاجة بتتقل تاني. لازم نخففها كويس علشان تكون موجودة وجاهزة للاستخدام على طول. كده تمام، جهزت معايا الطحينة. بحطها كمان في ازازة وتكون موجودة في التلاجة في اي وقت بنجهز فيها طبق الفول، بيكون موجود الطحينة والدقة. وما شاء الله جهز معايا الفول واستوى وجميل جدا جدا زي الزبدة مستوي وتحفة جدا. يلا اعمليه وجهزيه، جهزيه وحضريه عندك في التلاجة وجهزي كل يوم احلى سحور. والسحور احنا عارفين ما بيحلاش من غير طبق الفول. اعمليه جوه في البيت احسن من بره بكتير. جهزيه معايا بطريقة سهلة جدا وسريعة زي ما انتي شفتي، ما اخدش معايا وقت خالص، ما حسيتش بيه، استوى في الرمالة زي ما انتي شفتيها كده، وما اخدش وقت، وكانت النتيجة هايلة. كان معايا طبق فول لذيذ جدا، وطبعا التحابيش زي ما انتي شفتيها. معايا الدقة على زيت وكمان الطحينة. يلا اعملي الفول بسرعة وجهزي احلى سحور. وبالهنا والشفا وصحة وراحة، وكل سنة وانتوا طيبين. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. شكرا ليكم.